انا جبت اخر. يا رب انا مش قادر اجيب اكتر من كده. يا رب انا بذلت اللي انا اقدر اعمله النهارده. مش قادر اذاكر اكتر من كده الشهر ده. جبت اخري في المذاكره السنه دي. لازم تعرف ان عشان تبقى كويس لازم تتعب قوي. مش تتعب بس، لا لازم تتعب قوي. جماعه لو النجاح سهل والله ما كان حد عانى في الحياه يا شباب. هي اسمها حياه، اسمها دنيا. ان شاء الله باذن الله الراحه في الاخره. ولقد خلقنا الانسان في كبد. انت مخلوق في تعب وفي كبد، انك تجد وتجتهد وتتعب وتنحت في الصخر. من الصور اللي بتستهويني جدا جدا وبقعد اتفرج عليها لما تقابلني، يعني لما يكون مثلا في شلال ميه او حنفيه بس بتنقط ميه على حجر، الحجر مع السنين بيتنحت، فالميه اللي انت بتشربها الميه السائله اللي هي سهله جدا جدا بتنحت في الصخر بس مع الاستمراريه. ماشي، فانت لا تيأس ابدا. مش بعلق عليك ولا مين يعلق على مين. انا عايز اقول لك حاجه واقول لك حاجه، ان احنا كلنا في الفتره دي كلنا متمرمطين، كلنا في الفتره دي كلنا بنزق نفسنا. والله انا بقول لنفسي قبل ما ابدا الحصه، بقول ايه؟ زق نفسك. مش هتبقى انت بتقول للطلاب اجمد وشد حيلك واعمل اللي عليك وكفايه ربنا شاهد على تعبك، وانت مش هتزق نفسك وانت مش هتشد حيلك. لا، هات اخرك. انا بقول لنفسي كده، واي حد ناجح بيقول كده، بيقول انا جبت اخري. يا رب انا مش قادر اجيب اكتر من كده. يا رب انا بذلت اللي انا اقدر اعمله النهارده. مش قادر اذاكر اكتر من كده الشهر ده. جبت اخري في المذاكره السنه دي. حاجه مع تعب خلاص. فمحدش يتخيل ان ممكن في يوم من الايام انا كده مرتاح بقى وخلاص متعشيه ومستقنيصه وانا زي الفل. لا حبيبي، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده. اتعب، هات اخرك، هات اخرك. الفتره الجايه دي يا شباب والله 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 العظيم اللي مش هيجيب اخره ويموت نفسه مش هيوصل لحاجه. حبيبي انت في سبق فيه 600,000. اللي بيطلع الاول ده بيطلع الاول ازاي؟ هو مش احسن منك على فكره، هو بس عنده الاستمراريه، عنده اللي هو انا هوصل، يعني هوصل. مش اللي هو اذاكر 10 ساعات وتعب. لا يا حبيبي، انت بتذاكر في اليوم 15 ساعه، تنام وتصحى ابدا يوم جديد. خلاص خلصت. ال10 ساعات دول كانوا امبارح. ماشي، تعب النهارده كله هو بتاع النهارده، بتاع بكره يوم جديد. انسى خلاص، وما تعدش على نفسك ساعات مذاكره وتعب. ما تخليش اصلا دماغك تقنعك ان انت كويس وتكون كويس فيك. اللي هو انا فحت نفسي في المذاكره 15 ساعه النهارده، فبكره بقى اريح واسمع ماتش ليفربول وماتش مانشستر سيتي والاهلي عنده ماتش اسمعه. والله يا عم لو خلصت اللي عليك في 5 ساعات خير وبركه، لكن خلص اللي عليك. ازعل قوي لما حد لسه يبعت لي يقول لي يا دكتور ما بداتش. يا ابني انت عبيط، ما تبدا. هو يعني افضل وقت للبدايه امتى؟ دلوقتي. يعني افضل وقت راجع امتى؟ دلوقتي. افضل وقت الم اللي فات امتى؟ دلوقتي. فما تستعبطش، ما تستعبطش. انا بتضايق جدا 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 من اي حد يقول لي يا دكتور انا ما بداتش. انت تستاهل اللي جرالك ومش هتوصل لحاجه. ماشي، يعني انا بكره التحفيز مع الناس اللي هم ما عندهمش دم. يعني الشاطر اللي بيذاكر بس اقصر سيك او احفزه وازقه واوديه وهيروح ان شاء الله، لكن اللي واقف اصلا مكانه وعايزك تيجي تزقه ده استحاله يتزق. لو عربيه انت بتزقها لازم هي اصلا تكون بتتحرك، لكن عربيه جايب المارشديه او مثلا شادت فرامل اليد وواقفه مكانها والسواق دايس على الفرامل وانت بتزقها استحاله. فانت في ثانويه عامه وما بتذاكرش يبقى انت دايس على الفرامل، مهما نزق فيك انت مكانك. اتحرك، ابدا، حس على دمك. شوف ابوك صرف عليك قد ايه وتعبوا عشانك قد ايه، واللي حصل في السنه كلها من ضغط نفسي عليك وعلى اهلك قد ايه. فلو انت لسه ما بتذاكرش، مش ما بداتش، ده اللي ما بداش ده قصته قصه، لكن اللي بيذاكر حتى نص نص ده ما عندوش دم. انا بتكلم جد، والعزيز عليه يزعل. اللي بيذاكر حتى نص نص وبيكروت المذاكره، بيسمع بس مثلا، مش بيذاكر او مش بيحل او مش بيتابع او ده ما عندوش دم اصلا. حبيبي بص وراك، شوف الدنيا صعبه ازاي حواليك. لازم تبقى انت بني ادم عايش في وسط اهلك، عارف اللي بيحصل حواليك عامل ازاي. مش ممكن انا مش عايز حد يبعت لي يا شباب يقول لي يا دكتور حفزني ما بداتش. يا عم روح حفز نفسك يا عم. يا عم انت شوف انت شغال ليه، انت بتذاكر ليه، عشان ايه، انت بتعمل ايه يعني. ما تبعتليش تقول لي حفزني ولا حمسني ولا نيلني. انت داس على الفرامل، هزقك ازاي، هحفزك ازاي اصلا. ابدا وذاكر واشتغل، ولما تبقى كويس ازقك عشان تبقى اشطر، عشان تبقى احسن. لكن واقف مكانك هزقك ازاي، انت صفر. مهما اديك انت صفار برضو، لازم انت تحط الواحد عشان لما نحط لك احنا صفار تبقى انت بتتقدم. لكن صفار 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 انت ما بتعملش حاجه. فحبيبي ما بداتش، ابدا. بادئ خليك احسن. بتذاكر 5 ذاكر 10 الفتره الجايه. فده النهارده يومك بدا ازاي بجد، النهارده يومك بدا ازاي، بادئ من 2 ساعتين اصلا وخلص. كل الفتره الجايه كده. الكلام ده هيزعل والكلام ده مش تحفيزي، بس الكلام ده مهم جدا وواقعي.
مش عايز اضللك ولا اقول لك انت كويس وانت حلو وابدا، لا انت زفت، انت زفت حبيبي. فوق فوق، انت راجل ثانويه عامه، انت راجل ثانويه عامه. اللي بتعمله ما ينفعش ابدا ابدا ابدا، سواء كنت ولد او بنت. وخروجات بقى وتيك توك وقرف، مش عايز اقول كلمه وحشه، قرف. ده قرف دي يعني اقل ما يمكن ان يقال. ماشي، بشوف ناس ثانويه عامه على تيك توك، انت بتهببي ايه؟ ده بتعمل كونتنت، ده بتعمل كونتنت، انت بتهببي ايه وانت بتهبب ايه؟ بشوف ولد ثانويه عامه مثلا بيعمل روتين اليوم في يا عم انت بتعمل ايه؟ ذاكر. بتصور ايه وبتمنتج ايه وفي فولورز بتوع ايه؟ ذاكر يا اسطى. انا كان عندي في ثالثه ثانوي على يوتيوب 80,000 مشترك، مع ذلك كنت ماسك تليفون حقير بزراير، ما كنتش بعمل اي حاجه ولا ببص على اي حاجه. فانت بتعمل ايه؟ كفايه بجد، انا مش قادر، يعني انا اصلا مش قادر اتكلم بس. طب افرض لا قدر الله، لا قدر الله اصحابي قال اللي ده احنا ذاكرنا واللي ذاكر زي اللي ما ذاكرش، وكلنا في الاخر سواسيه، وكلنا في الاخر ما جبناش مجموع، وكلنا مش هنخش الكليات اللي احنا عايزها، وكلنا مش عارف كليات خاصه، وفي الاخر اللي اتساوى اللي ظالم بالمظلوم، واللي غش زي اللي ما غشش خالص خالص. انت اول مره في حياتك تتعامل مع صراع الخير والشر. هل حضرتك دلوقتي احنا مش عندي في موظف مخلص وموظف مرتشي؟ المرتشي ممكن يبقى اغنى من المخلص لانه ارتشى، ممكن يبقى اغنى منه. هل بينال توفيق في حياته؟ والله لا. بص على العيال دول وبص على العيال دول، بص على حياة ده وبص على حياة ده، يقول لك مفيش بركه. والله مش عارف فلوس بتروح فين يا اخي، الواحد ما شاء الله معاه فلوس كتير بس مش عارف فلوس بتروح فين. ليه؟ البركه اتسحبت، عدم توفيق. انت بتساوي ايه الفلوس؟ ما تساويش حاجه، لان الموضوع ما بتحسبش كده. انت مش ذكي. في ناس بتتذاكى، انا ذكي هعرف اجيب فلوس، مش مهم بقى صح ولا غلط، هعرف. ايوه بس انت حتى لو عملت ده هتتحاسب عليه، كبيره او ذنب هتحاسب عليه، مش كده وبس، هيتسحب منك التوفيق. وانت فاكر ان انت شاطر، وانت فاكر ان انت ذكي ودماغك نظيفه. فالنهايه انا عايزك تتعامل، وانا بتعامل مع ربنا اتعامل معاه بادب. ربنا بيعاملني بفضله. عارف لو انت بتتعامل بالعدل، العدل بيقول ايه؟ ليه بيقول ايه؟ ان انت لو تعبت السنه دي تتكرم السنه الجايه، بس سنه قصاد سنه، ده العدل. لكن تتعب السنه دي وتفضل مرتاح طول حياتك علشان خاطر انت تعبت سنه، ده مش عدل. ده اللي انا بقول لك عليه بقى. وانما اللي بيحصل ايه؟ ان ممكن واحد يتعب سنه سنتين ويفضل في طول حياته وربنا يوفقه. ليه؟ ده اسمه عدل ربنا، اسمه كرم ربنا، مش العدل بتاعنا البشري. لا 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 لا، ان ربنا بيعاملنا بكرمه. فانا طمعان في الحته دي، وعايزك وانت شغال دايما باصص للحته دي. اوعى تبص ربنا على حته بمنظار انا عايز ربنا يعاملني 1 زائد 1 يساوي 2، انا النهارده ذاكرت فالنهارده فهمت المساله فانا بكره داخل. اوعى تتعامل كده، اوعى تعامل مع ربنا بادب. تعامل دايما مع ربنا، يا رب انا مش عايز منك غير انت توفقني، يا رب انا مش عايز غير التوفيق. انا فضلت طول حياتي وانا في ثانويه عامه ادعي دعاء ان انا اخش حاجه معينه، ما كانتش كليه بالمناسبه، مش مهم ايه دلوقتي، المهم طول حياتي عمري في حياتي ما دعيت دعاء قد الدعاء ده، والله العظيم. عمري ما طلبت من ربنا طلب قد الطلب ده وربنا ما استجابش. كنت قاعد في حيره، ايه ده؟ يعني ده انا دعيت ربنا كتير، يا رب انا دعيتك كتير قوي، كنت منتظر دي تيجي وما جاتش. وتعدي الايام، اخش الكليه، كليه دار علوم، واتخرج من الكليه وتبقى احب الكليات لقلبي، واتخرج من الكليه. تعالى رجعني بالزمن لورا، ها تدعي الدعاء ده لو رجع بيك الزمن دلوقتي؟ لا، ما ادعيش. ليه؟ اللي انا كنت باصص له وحطه في امكانياتي ربنا كرمني اضعافه. طب ما ترجع بقى، ها ايه رايك؟ مش عايز ترجع الدعاء وربنا يستجيب لك؟ لا الحمد لله ان ربنا ما استجابش. طب ربنا حاش عني عشان عاين لي حاجه انا ما شفتهاش. انا ما بشوفش الغيب، شفت الغيب لما وصلت له، لقيت ربنا عاين لي حاجه احسن، مش احسن بمره واتنين، احسن باضعاف والله. فاللهم لك الحمد. ده اللي انا بقول لك يقينا تعامل بيه مع ربنا. انا اسف خرجت بره موضوع الحلقه، بس بصراحه بيصعب عليا الطلبه وهي في صراع نفسي، حاسه ما بين الخير والشر، انا اعمل اللي عليا وفي الاخر ما كفاش. لا يا ابني مش كده، المساله مش كده. انت هتعمل عليك وهتكافئ، حتى وان كانت ظاهر الامور اللي انت ما بتتكافئش، اللي انت داخل في حاجه مش بتاعتك، بس والله هتكافئ. هتكافئ في حياتك، هتكافئ في شغلك، هتكافئ في حالتك الاجتماعيه، هتكافئ في زوجتك او في زوجك،
هتكافئ في اولادك، هتكافئ. المكافأة مش مادية او المكافأة دي عبارة عن درجات بتتسمع وخلاص، لا، المكافآت والتوفيق حاجة اكبر من كده يا جماعة. خلاص، فدايما نتعامل بربنا، اللهم وفقني. عشان كده بندعي ايه؟ ربنا يوفقك. ليه ايه؟ ربنا يوفقك. لا، ده دعاء جميل، ربنا يوفقني يا رب، يا رب وفقني. خلاص يا دكاتره، تمام. عارف ان انتوا فتره صعبه والله، حاسس بيكم جدا والله، عارف ان انتوا تايهين شويه ومضغوطين شويه ومتقلقين شويه من الامتحانات، بس صدقني اللي ما سبقش قبل كده من عمرك كله، من ساعه ما اتولدت او من قبل ما تتولد كمان، وانت بيبي لسه صغير وانت جنين في بطن امك، مش هيسيبك في اللي جاي والله من حياتك. ربنا سبحانه وتعالى اللي سترك قبل كده هيسترك في اللي جاي، اللي كان معاك في حياتك قبل كده هيكون معاك في الامتحان، وهيكون معاك بعد الامتحان، وهيكون معاك في اللي جاي. الثانويه العامه يا حبايبي مرحله مهمه في حياتك وغيرت فيك، وانت دلوقتي مش زي اول السنه، وشخصيتك وعقلك وتفكيرك وصدماتك في السنه دي وكل حاجه فيك دلوقتي مش زي ما كنت بادئ بقى السنه، اثرت فيك وغيرت فيك، عارف، على عين وراس. ولكن ما تنساش ان كل ده في ميزان حسناتك برضه، ما تنساش ان كل ده ربنا شاهد عليه برضه، ما تنساش ان كل ده ربنا اعلم بيه برضه، ما تنساش ان برضه مهما كان فيها هي سنه زيها زي غيرها، سنه عدت من عمرك وهيجي غيرها، سنه ناس كتير والاف الناس وملايين قبلك دخلوها وملايين بعدك هيدخلوها عادي، مش نهايه الدنيا ولا الحياه واقفه عليها، هي مهمه في عمرك، مهمه في مستقبلك، لكن مش عايز تكون مضغوط على نفسك وموتراك زياده، مش عايز تكون انت يعني سايب اثر مش حلو في نفسك بعدين، بالعكس انا عايز تسيب اثر كويس اتعلمت منها، سواء اتعلمت منها ايجابي او اتعلمت منها من غلطاتك، المهم اتعلمت منها حاجات كتير في الدراسه وفي شخصيتك وفي تفكيرك ومع اصحابك ومن رؤيتك للناس ونظرتك للحياه ونظرتك لغيرك وصاحبك الذكي وصاحبك الخبيث وصاحبك اللي بيحبك، اتعلمت من الدنيا وفي كتير قوي في الثانويه، كانها عمر تاني يا جدع. الثانويه سنه بتفرق كتير، هي كده في سنين في العمر بتيجي في اوقات معينه بتفرق كتير وتعلمنا كتير على عيني وراسي، بس قول لكل ده، يعني فكر في كل ده وقول لنفسك عن كل ده ان هو في الاول والاخر في ميزان حسناتي، معافرتي سواء في المذاكره والاجتهاد او حتى معافرتي مع نفسي النفسيه وحرب النفسيه ان اغلب نفسي، ركز معايا كلام بجد والله حقيقي، نغلب نفسي او اغلب شيطاني او ان انا اتمرقع شويه والم نفسي شويه او ان انا اضيع وقت شويه او ان انا ارجع الوم نفسي شويه، حتى لومك لنفسك انك عندك دم ده حاجه حلوه، كل ده في ميزان حسناتك وكل ده اسمه مجاهده للنفس، ربنا بيجزيك عنه خير وكل ده ربنا شايفه في الدنيا وهيعوضك عنه في الدنيا والاخره. المهم اطلع من السنه دي بس الفتره الجايه الله يبارك لك وانت بتحاول تعافر لاخر لحظه، اطلع بالسنه دي الله يبارك لك وانت لاخر لحظه بتعمل اللي عليك عشان ربنا يجزيك خير في الدنيا وفي الاخره، اطلع السنه دي الفتره اللي جايه حتى لو كانت قليله، بس الفتره دي وفتره الامتحانات عامل اللي عليك قوي علشان تقول حتى في الاخر انا كملت للاخر، او حتى في الاخر انا فوق، او حتى في الاخر انا استغلتها صح، او حتى في الاخر عملت اللي عليا، او حتى في الاخر حاولت الم الدنيا، او حتى في الاخر حاولت اصلح حاجات كتير كانت في السنه، وحاولت اجاهد نفسي على قد ما اقدر وابعد نفسي عن المشتات واصحابي والسوشيال ميديا والخروجات لحد ما اقدر، حاولت في الاخر اكون انسانه بجد واكون انسان بجد. فحط كل ده في دماغك وما تشغلش تركيزك وهمك بالنتيجه بس، شكل قدام الناس ومستقبلك، لا لا لا، كل ده ولا يعني شكلك قدام الناس والنتيجه ومش عارف ايه، كل ده سهل وكل ده فاضي والله، ده شيطانك اللي مكبرهولك. اهم حاجه انك طالع بالسنه دي ربنا راضي عنك وانت راضي عن نفسك، مش ندمان انك قصرت كتير. طيب قصرت قبل كده، المهم بقى دلوقتي تلحق تغير كتير، سيبك من السنه كلها، المهم الشويه دول يا جيو، الشويه دول. المرحله دي هي مرحله الصبر، المجاهده، انك تجاهد نفسك انك تقعد وتشتغل، واوعى يا ابني حد ياخدك بعيد عن طريقك. تذكر دايما ان اللي انت بتزرعه النهارده ده حصادك باذن الله تعالى كمان شهرين ونص 3 لما تظهر النتيجه، وفرحه اهلك بيك باذن الله. لو انت شخص حاطط قدامك الهدف ده صدقني لا هتبص، هتقعد على كتابك، هتعكف على كتبك، وباذن الله هتحقق افضل ما عندك. ولذلك احنا بنقول دايما اجتهد قدر استطاعتك واسال ربنا التوفيق والقبول، والنتيجه اللي انت هتحصل عليها بعد المجهود ده، بص بعد المجهود ده وحسن التوكل على الله، هي نتيجه ربنا سبحانه وتعالى في الاول وفي الاخر كتبها لك، فكن راضيا بها باذن الله. نصيحتي بقى للطالب، حضرتك ما تسمعش الكلام ده فتقول خلاص، بالعكس انت لازم تقف وقفه تبين لهم ان انت ان شاء الله هتفرحهم، وان ان شاء الله تعبهم مش على الارض، وان الحاج اللي تعبان بره طول الليل والنهار وبيشقى وحارب نفسه عشانك، بابا انا مش هضيع تعبك ولا هضيع تعبك جوه الحصه اني اقعد اهزر واضحك واسرح او انام، ولا هضيع تعبك في البيت ان انا ما ذاكرش فاجيب درجه وحشه فانت حلمك فيا يضيع. كأب وام فانت عليك دور كبير، دور ان يبقى عندك دم، ومش عندك دم وبس، لا عندك احساس بتعبهم، عندك احساس بمسؤوليه، لازم تشيل مسؤوليه، لازم تعرف امتى تهزر وامتى تبقى جد. ودي نصيحه انا بنصحها لكل اولادي حتى في المحاضرات بتاعتنا، انا جوه الحصص بنصح النصيحه دي وبجد انصحها لك، وارد تكون انت ما بتشوفش المحاضره كامله، فبنصحك وبقول لك الموضوع محتاج منك ان انت تبص لابوك وامك بنظره
هو انا لو كنت مكانهم وتعبان التعب ده كله، هل كنت هسمح لابني يضيع تعبي بالمنظر ده ويستهتر كده؟ هات المجموع اللي انت عايزه الكبير وبعد كده اختار الكليه اللي تعجبك، حتى لو كنت محدد مستقبلك في حاجه تانية. انت بتجيب مجموع عالي بتشرف نفسك وتشرفه، فدي حاجه مهمه جدا. النوع بقى الثالث، صلى على رسول الله. ايا كان شطارتك ايه، ايا كان مستواك ايه، ما تتغرش في ماده. يعني ما تمسكش ماده تتغرب فيها وتقول انا تمام والدنيا والحكايه، لا 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 لا، ظابطها حلو. مستر قصدك ايه؟ قصدي ما تبطلش سعي، ما تبطلش سعي. وافتكر دايما الآية دي اللي بتقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. كمل اللي بعديها، وأن سعيه سوف يرى. اللي انت هتسعى له هتلاقيه، اللي انت هتتعب عشانه هتلاقيه. بص وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. اللي بعديه على طول اللي انت هتسعى له هتلاقيه.